ازاي اقدر اتغلب على الحرب الداخليه اللي جوايا؟ انا عارف ان انت عايز تسكت الصوت اللي جواك اللي عمال يقول لك انت ضعيف وانت تعبان وانت مش هتقدر وانت مش هتوصل. بس صدقني لو قلت لك ان الصوت ده صوت طبيعي والصوت ده بيأكد ان انت ماشي في طريق صح، صدقني انا بقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني انت قد الحرب دي، بس الفكره في الحرب الداخليه اللي جواك ان انت متخيل ان انت لازم تنجح في الحرب دي كلها. لا، ما انتش مطالب منك انك تعمل كده. اللي مطالب منك انك تنجح في الحرب اللي انت بتمر بيها دلوقتي، الجيم اللي انت بتشتغل عليه دلوقتي. انت عارف الناس اللي حواليك دي نجحت ليه؟ نجحت لانهم كانوا بيخسروا وبينجحوا، كانوا بيقعوا وبيقفوا تاني. كان لما بيجي عليهم لحظه بينهزموا فيها ما كانوش بيسيبوا اللحظه دي تسيطر عليهم. لان صدقني نجاحات اي بني ادم هي عباره عن شويه نجاحات صغيره جنب بعض، نجاح جنب نجاح جنب نجاح بيعمل صوره كبيره لبني ادم انت شايفه ما اتكسرش، بس عدى عليه وقت كان ممكن ينكسر، عدى عليه وقت كان ممكن يتوجع، عدى عليه وقت كان بيقول انا مش قادر والصوت كان تعبه قوي، بس انتصر على الحرب الداخليه اللي جواه. عشان كده اي صوت جواك بيقول ان انت ما انتش قادر او انت ضعيف او الحياه صعبه او الحرب صعبه، الصوت ده ظاهره طبيعيه. وتاكد لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانت قدها وقدود.